هل ممكن حد يشتغل جنب الأوسبيلدونج؟ ممكن تشتغل وانت بتدرس أوسبيلدونج جوه تمريض مهما كان مجالك ايه. ممكن تشتغل جوه ألمانيا وانت بتدرس أوسبيلدونج، بس بشروط ألمانيا حطاها والدولة حطاها. ايه هي الشروط اللي تحق ليا او محطوطه لي انا كطالب بدرس أوسبيلدونج او بعمل تدريب مهني في اي مجال جوه ألمانيا؟ في حاجة اسمها ميني جوب. الميني جوب ديت وظيفة جانبية لأي طالب في ألمانيا. يعني إيه؟ يعني أنا بدرس وبشتغل شغل جانبي جنب دراستي. الشغل الجانبي ده اللي هو إيه؟ الشغل الجانبي ده الحكومة محدداه 4 أو 5 ساعات أسبوعيا، يعني 20 ساعة، من 16 ل20 ساعة في الشهر. هي ديت الشغل الجانبي اللي يحق لطالب الماجستير او طالب الكلية او طالب الاوسبيلدونج انه يشتغلهم خلال الشهر. والفلوس ديت مش داخلة تحت بند الضرايب. الفلوس ديت انت بتاخدها كلها كاملة، لان هي كده كده اصلا معفية من الضرايب، لانها ميني جوب، حاجة صغيرة مش هتنفع ان انت تخش تحت بند الضرايب. بس انت مسموح لك ان انت بتشتغل زي ما قلت لك من 4 ل5 ساعات اسبوعيا. طيب بتحصل على كام؟ على حسب انت عايز، يعني على حسب الشغل اللي انت هتشتغله. في ناس اعرفها شغالين في توصيل الطلبات، في ناس شغالين في توصيل الجرايد وتوصيل المجلات. في اي حاجة شغل جانبي بتحتاج ورق بسيط اللي هو اقامتك او اثبات ان انت مقيم في المانيا ومعاك ورق، وبتدرس طبعا وبتجيب موافقة من صاحب العمل اللي انت عنده او صاحب المدرسة اللي انت عندها ان انت هتشتغل ميني جوب، وهو بيوافق لك عادي، مفيش مشكله، لان انت كده كده ما بتاثرش على دراستك ولا بتاثر على حاجه انك تشتغل ساعه في اليوم او يومين اتنين تشتغل كل يوم ساعتين. ده مش ازمه خالص ولا وقت ضايع، بالعكس انت ممكن يكون ده وقت فراغك وانت عايز تستغله وتجيب في اخر الشهر 300 يورو ولا حاجه، 300 400 يورو على حسب انت عايز تعمل ايه. طبعا الاسعار بتختلف، ممكن ناس تشتغل ب 200 يورو، ممكن ناس تشتغل ب 300 يورو. هو ده الشغل الجانبي اللي جنب الاوسبيلدونج. بس الشغل ده لا ينفع تعمل منه لم شمل لاهلك ولا لعيلتك، ولا ينفع منه ان انت تعمل مثلا تزود عنه، لان انت لو زودت عنه بتبقى مشكلة كبيرة جدا. وما ينفعش ان انت تخش في بند تاني غير البند اللي محطوط لك. المانيا بلد قانون ولازم الكل يحترم فيها القانون. هي ديت الشغل ونقطة الشغل جنب الدراسة وجنب الأوسبيلدونج. بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفكم على خير.